متفوق ومستحوذ يمكن الشوط الأول على مجريات الأمور وبعض فترات الشوط الثاني، ولكن يعني نتيجة طبعا هنعرفها من نجومنا وخبرائنا في كرة القدم. هل دي نتيجة متوقعة ولا هي مفاجآت كاس مصر زي ما احنا متعودين؟ 5-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء استطاع دجلة أن يفوز النهاردة على إنبي. ويمكن كابتن فتحي معانا ضربان محمد شعبان في إنبي 3-2 لدجلة. محمد شعبان يلعبها يا ولد يا ولد. هنا الراجل ايه يعني خلي هيثم محمد يروح يمين وغير القرار في كسر من الثانيه ويلعبها في على يسار الحارس وتعلن عن هدف لإنبي. 3-3 كده. نادي إنبي زايد واحد اللي هو اللاعب الرابع محمد شعبان لعب ده على التنفيذ صاحب القميص رقم 90 رجب نبيل، رقم كبير قوي رقم 90. حاجات بنشوفها في الدوري الايطالي بنشوفها يعني نادرا لما نشوفها في الدوري المصري. هنشوف صاحب التيشيرت رقم 90 رجب نبيل. رجب نبيل ويمسكها علي لطفي. يعني هنا يعني الرقم ده يعني عموما خلاص هو ضيع وعلي لطفي مسك وضيع الفرصه. ورجعنا 3-3 تاني. هنلعب بقى في الأخيرة. شايف أنا مانو اللي عامل جيم رائع جدا جدا دفاعيا وعامل مواسم ممتازة مع نادي الإنبي. مانو هيثم محمد هل يمسك الكرة دي؟ هيثم محمد لازم يقاتل هيثم محمد عشان يثبت إنه تغيير موفق لأن دي آخر كرة. عموما مانو تركيز عالي جدا من مانو اللاعب الموزمبيقي. هيثم محمد الحارس المصري وجول هدف. بقول لحضراتكم ده راجل محترف بجد يعني ما بيهزرش. مانو ده جول جميل جدا. 4 كده إنبي و3 دجلة. سبحان الله يعني دايما ما صدقنا ان دجلة اول مرة يتقدم لكن المباراة رايحة جاية سجال مفيش حد احسن من حد. عبد الفتاح الأغا اللاعب السوري اللي كان تغيير موفق جدا. هل علي لطفي يقدر يلعب على الكوره؟ خلاص لو ضاعت دي نبارك لإنبي ان هو خلاص وصل ويكمل المشوار. الأغا وهدف. يا سلام عليك يا ثقة يا سوري يا رائع يا جميل. عبد الفتاح الأغا 4-4. هنكمل واحدة بواحدة خلاص يعني الصفحة خلصت. هنكمل مع حضراتكم ونشوف واحدة بواحدة. أحمد صبحي إنبي أحمد صبحي لاعب نادي إنبي. أحمد صبحي ويمسك هيثم يا ولد يا هيثم يا لعيب. هو الراجل راهن عليك هاني رمزي وقال خلاص انا عندي كارت هراهن عليه وانا عندي ورقه والورقه دي هعرف العب بيها في التوقيت المناسب. وهيثم محمد جول كيبر وحارس مرمى النادي المصري سابقا يثبت ان هو يعني واحد من اللاعبين الموهوبين في صد ركلات الترجيح. برافو هيثم محمد على التنفيذ. خلاص الراجل ده مصطفى طلعت يخلص الليله ويوصل دجلة وأول مرة يفوزوا على نادي إنبي اللي في تاريخهم كله في لقاءاتهم الرسمية. إنبي دايما إن هو اللي فايز. مرة واحدة بس تعادلوا 3-3. هل المرة دي خلاص يكسروا بقى الحظ ويرجعوا حظوظهم تاني مع نادي إنبي ويكملوا المشوار؟ دجلة وطلعت دجلة وكرة التأهل وهم مصممين مركزين وحاجة رائعة جدا. مبروك وادي دجلة خلاص عملوها أبناء دجلة. مبروك